طيب ابشر ابشر، اول شيء الحمد لله على سلامتك كابتن، ما تشوف شر. الاصابه هذه قبل شويه ولا اثناء مجريات المباراه؟ لا، من المباراة والله الحمد لله. كابتن، قياسا على ظروف المباراه، عوده الهلال للتعادل يعتبر شيء جيد، ولا قياسا على ظروف الدوري اليوم تعتبر ايضا خساره بالنسبه؟ لا، اكيد ماشي جيد. نادي الهلال ما بيطمح للتعادل، دائما بيطمح للفوز. بس سبحان الله، اذا ما بتسجل بتسجل عليك، وهي حال كرة قدم. يعني سبحان الله، يوم ليك يوم عليك. اليوم ما توفقنا الحمد لله، المهم طلعنا يعني بنقطة احسن من الخسارة. وان شاء الله ان شاء الله يعني نقدر المباراة الجاية نقدر نصحح الشيء اللي صار معنا اليوم، ونقدر نسجل ان شاء الله، وما نستنى حتى يعني نستنى حتى دائما لدقيقة 90 حتى نقاتل. لا، ان شاء الله بننهيها باقي المباريات، ان شاء الله القادم افضل. كابتن، اليوم خلينا نتكلم اليوم عشان حال المشجع الهلالي، القضيه تتعلق بهجوم، تتعلق بصناع لعب، تتعلق بهجمات ضائعه. لا، شوف انت اليوم سبحان الله ما توفقنا. يعني اليوم عملنا كل شيء، بس سبحان الله ما اجت المباراه هيك. رب العالمين كاتب لنا. لا، ما قصدت انه ما في هجوم ولا صانع لعب، بالعكس سوينا كل شيء اليوم، بس ما توفقنا مثل ما قلت لك. يعني هي توفيق، والحمد لله ان شاء الله المباراه الجايه نقدر نسجل ان شاء الله. اخيرا كابتن، على المستوى الشخصي ما بين لقاء الاتفاق واليوم واضح التطور الكبير، الانسجام الاكثر على مستوى عمر، هذه هي الامكانيات؟ والله شوف، الحمد لله يعني الفريق ما شاء الله هو بيطورك كمان. الفريق بيلعب كره بخليك تلعب، ما عم يقصروا، عم يساعدوني دائما. وان شاء الله مباراه عن مباراه بدها تفرق اكيد، لانه انت بتلعب مع فريق كبير، يعني بدك تبين اكيد. فان شاء الله المباراه الجايه نقدر نساوي اكثر من هالشيء اللي عم نساوي ان شاء الله. بلال علام يسلم عليك المعلق ويقول لك عماريو. حبيبي الله يخليك، شكرا. شكرا لعمر الخربين او خريبين، والله نسيت اسال هذا السؤال، الناس شتتونا هنا، ناس يقولون خربين وناس يقولون خريبين. عبد العزيز البكر، هذه وجهه نظر الهلال، الفريق اللي بالتاكيد انه زعلان على هذه النتيجه، كونه بالتاكيد يعني يطمح الى ان يتربع على عرش الدوري ولا زال بكل تاكيد. نعود لك عبد العزيز.